بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات طرق إعدادات وترميل ودهان أسطح الستيل ستراكشر. وفيديو اليوم هيكون بعنوان إيه هو الجرنت وليه بيتم استخدامه. الجرنت يا جماعة زي ما انتم عارفين هو نوع من أنواع المواد القاشطة أو الأبريسيف ماتيريال اللي بتستخدم في تنظيف وتخشين أسطح الستيل ستراكشر. وبيعرف الجرنت باسم العقيق، وده نوع من انواع الاحجار الكريمه اللي هي الماس او بنقول عليها الدايموند، واللي بيتميز بصلابته العاليه جدا جدا، واللي بنقول عليها الهاردنس. يعني ليه هاردنس عاليه جدا؟ وعشان هو بيتمتع بالخاصيه دي فهتلاقيه ليه قدره عاليه جدا على اختراق اسطح الستيل ستراكشر. حاجة مهمة بنقول عليها التمزق او اللي بنقول عليها الوير، وكمان بدون حدوث حاجة مهمة جدا في مجال الترميل والدهان اللي بنقول عليها اللي هي التحطيم او الشاترينج. الميزة التانية اللي بيتمتع فيها النوع ده من الابريسيف ماتيريال وهو الجرنت، وهو القدرة على اعادة استخدامه مرة تانية في عمليات التنظيف والتخشين للاسطح، واللي بتوصل لحوالي 3 مرات. وده طبعا هيوفر معاك كتير جدا اذا ما قورن باللي هو الرمل العادي اللي خالي من السيليكا. يعني برضو عشان نكون واضحين يا جماعة، احنا بنستخدم الرمل، بس انه رمل؟ قالك الرمل اللي هو الخالي من السيليكا. يبقى انت لو جيت قارنت الترميل بالجرنت عن الرمل الخالي بالسيليكا، لا انا بفضل ان انا استخدم اللي هو الجرنت، تمام، لاني هعيد استخدامه لمدة تصل الى 3 مرات. طيب عشان استفاد من الميزه اللي انا ممكن اعيد استخدام الجرنت 3 مرات، عشان استفاد بالميزه دي انا هعمل ايه؟ قال لك والله بيتم توصيل وحدات بنقول عليها الكلينسنج يونت او وحدات تطهير الجرنت اللي هو الخارج من الترميل الاولي، تمام، بيوصل عليها كلينسنج يونت او وحدات تطهير. عشان اعمل ايه بقى؟ عشان ازيل اي كونتامينانت موجوده في الجرنت بتاعي. وكنا اتفقنا في الفيديو اللي فات ان كلمه كونتامينانت بنقول عليها ملوثات او شوائب. فيه بقى ميزه ثالثه واخيره في النوع ده من انواع الابريسيف ماتيريال اللي هي الجرنت، وهو ان النوع ده بيبقى خالي تماما من ماده السيليكا المميته، واللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات واللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. الحاجه الاخيره بقى اللي عايزين ننوع عنها في النوع ده من الابريسيف ماتيريال او من الجرنت، وهو ان النوع ده بيتم توريده في صورة جريت او في صورة حصى، تمام. وافتكروا الاسم ده كويس جدا يا جماعه، لاننا لما هندخل في تفاصيل الكورس هنلاقي عندنا ان الابريسيف ماتيريال بتتورد في صورتين مهمين. الصوره الاولانيه اللي هي الجريت وهي في صوره حصى، والصوره الثانيه ان الابريسيف ماتيريال بتتورد في صوره شوت او بنقول عليها طلقه او رصاصه. والشوت او الطلقه او الرصاصه دي بتبقى واخده شكل كروي او بنقول عليه شكل اسفيريكال. طب ليه انا نوهت لموضوع اللي هو الجريت وموضوع اللي هو الشوت؟ عشان ان شاء الله زي ما قلنا ان احنا لما هنخش في تفاصيل الفيديو هنعرف حاجة اللي هي السايز اوف ابريسيف او حجم الابريسيف اللي عندي. عشان تصنف الابريسيف عندك هتلاقي عندك في نوعين، اللي هو الجريت اللي هو بيرمز له بالرمز اللي هو جي، والنوع التاني اللي هو الشوت واللي بيرمز له بالرمز اس. وده ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديوهات القادمة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة استكمالا لانواع الابريسيف ماتيريال. شكرا، سلام عليكم.